من ليس له ماضي ليس له حاضر ليس له مستقبل. الوعي الأثري والثقافي يجب أن يكون من كل بيت مصري وكل مؤسسة. انتظروني بعد قليل وهنتكلم عن الوعي الأثري وأهميته على ولادنا والهوية والحفاظ على الهوية. تخيلوا لو احنا قلنا زي ما قلنا من شوية ان مفيش تاريخ، وصحينا الصبح لقينا التاريخ اختفى، هل يا ترى هيكون لينا مستقبل؟ لا طبعا، صعب جدا، لان احنا بنبني على تاريخ اجدادنا، سواء العلوم سواء الثقافة سواء الاعمال والبنيان، هندسة، تطوير وما الى ذلك. فعلشان نوعي ده لولادنا لازم يكون عندنا دور كبير جدا ومهم جدا في الوعي الأثري والثقافي من الأسرة المصرية إلى المؤسسات الكبيرة. يعني احنا عندنا دور كبير جدا من الأب والأم، من الأخ والأخت، اللي المفروض كل واحد فيهم عليه دور إن هو يوعي التاني وينشر الوعي الثقافي والأثري لمعرفة هويتنا ولمعرفة تاريخ أجدادنا. فلو جينا اتكلمنا مثال مثلا واحنا قاعدين مع بعض على الطبلية أو على مائدة العشاء وبنتكلم مع بعض، فلقينا جه فيلم وثائقي في التلفزيون أو جه فيلم صلاح الدين الأيوبي اللي كلنا بنتفرج عليه، والمناسبات العديدة التاريخية اللي بيعرض فيها مسلسلات وأفلام. من هنا في ثقافة، هل هي مغلوطة وهل هي حقيقية؟ من هنا بنخلق في الأسرة جو النقاش في التاريخ وفي الحضارة وفي الهوية، هويتنا الأصيلة وهويتنا الثابتة استكمالا على أجدادنا. فلو احنا مفيش الوعي من البيت، مفيش الثقافة من البيت، ده هيبقى للأسف عامل مش حلو جدا، مش حلو خالص. فعايزين نقول البيت ليه دور كبير، المدرسة ليها دور كبير، المتاحف ليها دور كبير، وبالفعل وزارة الآثار ليها دور كبير جدا في الوعي الأثري والثقافي في جميع المؤسسات ولجميع الفئات العمرية. فلو جينا اتكلمنا عن دور الوعي الأثري كمان في المتاحف، هنلاقي ان الأقسام التعليمية داخل المتاحف ليها دور كبير جدا في الوعي الأثري. فبتعمل ايه الأقسام التعليمية؟ بتعمل إرشاد سياحي داخل المتحف، بتستخدم التكنولوجيا لتوصيل المعلومة، بتستخدم الأدوات البسيطة زي الستوري تيلينج لتوصيل القصة التاريخية. هو مش مجرد حجر الشخص أو الطفل أو أيا كان عمر الشخص اللي واقف قدام الحجر بيشوفه، لا، هو توصيل ما وراء الحجر. ايه هي قصة الحجر ده؟ انا ممكن اخلي الحجر حجر لا ينطق وهو اثري وليه 100,000 سنة او ما يزيد عن آلاف السنين، لكن امتى اخلي الحجر ينطق؟ لو انا حكيت للطالب وحكيت للسائح وحكيت لكل فئة عمرية بتزور المتحف من الجمهور او حتى في البيت ان انا اخلي الحجر ينطق. ازاي اقول لابني او بنتي ان القصة دي قصة مش عادية، دي قصة حضارة صنعها أجدادنا؟ الأقسام التعليمية في المتاحف مش بس بطريق الستوري أو بطريق التكنولوجي، لا، هي كمان بتزرع الحس الأثري والوعي والثقافة وسعة المدارك لدى هؤلاء الأطفال، فبذلك يتم تهيئة الوطنية وحب لبلده وتاريخه. فده دور كبير جدا بالنسبة للمؤسسات أو بالنسبة للمتاحف. أيضا ممكن إن احنا ناخد ولادنا وإحنا ماشيين، هنلاقي مثلا في طفل ممكن يرمي القمامة بجانب أثر، طفل آخر هو عارف أو طالب أو شخص عارف قيمة الأثر وقيمة هذا الحجر، فيقول لك لا، أنا في سلة مهملات هرمي فيها، لا طب أنا ما اكتبش على الحجر. ليه؟ لأن هو عارف قيمة هذا الحجر وقيمة هذه الحضارة. كذلك الأمر إن أنا لما يبقى عندي النشء عارف أهمية حضارته وأهمية تاريخه، فبالنسبة للوعي الأثري والثقافي اللي اتزرع فيه عمره ما هيقدر يبيع تاريخ بلده، فمهما حصل هيبقى حافظ على آثار بلده، هيحافظ على تاريخ أجداده. كمان إن احنا نوصل
نوصل إزاي عن طريق الوعي الأثري والثقافي لأولادنا تاريخ أجدادنا عشان نقدر نبني عليه من خلال دمج المناهج التعليمية. فالمدرس في المدرسة عليه دور كبير جدا، زي ما الأسرة عليها دور كبير، وزي ما وزارة الآثار والمتاحف الأثرية عليها دور كبير. فما ينفعش إن أنا أستخدم الأسلوب الصامت في توصيل التاريخ حتى لو هو دراسة منهجية مخصصة للفئة العمرية في المدرسة، سواء هو طالب ابتدائي أو إعدادي أو حتى جامعة. فأنا لازم يكون عندي أدوات مختلفة لتوصيل التاريخ. أنا ممكن أجيب له مناظر بصرية، ممكن أخده الأثر نفسه، معبد أيا كان أو قصر أو مدرسة أو مسجد، وابتدي أشرح له هنا كان بيتم التعليم إزاي في العصور الإسلامية. طب هنا المعبد كان إزاي الكهنة بيستخدموا العادات والعقائد بتاعتهم، إزاي كان هنا في ورشة عمل أثرية كان إزاي بيصنع الأدوات الحياة اليومية بتاعته، وأعيشه معايا القصة بطريقة بصرية داخل العمارة الإسلامية وداخل المنشأة نفسها. فمن هنا أحسسه إنه هو عايش جو أجداده، ممكن يروح يبتدي يفكر في تاريخ أجداده، فيبتدي يبتكر ويبقى عنده حس التطوير أكثر، وإن هو يستكمل على أجداده. الدليل على كده إحنا لما كنا بنطلع عن طريق المتاحف التعليمية أو عن طريق وزارة الآثار زيارات وقوافل تعليمية داخل المدارس والمؤسسات، فكنا نحكي حاجات بسيطة وقصص بسيطة بس كانت بتأثر جدا في الطالب المصري أو حتى كبار السن أو ذوي الهمم. فعايزة أقول لكم إن كانوا بيستغربوا إن إحنا أول مرة نسمع القصص دي، زي قصة أول إنسان آلي. فيقولوا أول إنسان آلي صنعوا الأوروبيين ولا صنعوا الصين؟ لا طبعا، أول إنسان آلي صنعوا علماء العرب المسلمين، وده اللي كتير من الطلبة وكتير من الأشخاص ما كانوش يعرفوه. فأول إنسان آلي اتصنع من فترة العلماء العرب المسلمين، نعم، وكان من الخشب وكان بتقنية تقل الرمال. وكنا نحكي القصة وإن هو ما كانش بيمشي وكان بيتحرك حركة خفيفة بينبه وقت الصلاة للحاكم. فالحاكم هو اللي أمر طبعا في المخطوطة المشهورة لابن الجزري اللي كتب فيها وتصور فيها شكل الإنسان الآلي اللي كان بيميل على كرسي الحاكم بميلة خفيفة بعد ما بيتزقزق العصفورة فوق راسه في كل وقت صلاة علشان يتوضى الحاكم، لأن كان بيبقى في إيد هذا الإنسان الآلي طبق أو إناء من النحاس وإبريق ماء علشان تزقزق العصفورة فيصب الماء فيتوضى الحاكم فيرجع مكانه تاني. وده كان أول حركة بسيطة لاستخدام فكرة الإنسان الآلي. مش بس كده، احنا عندنا كمان فكرة الساعة، ساعة الفيل اللي إلى قريبا كانت محفوظة في ميدان كونكورد في باريس، والساعة دي كانت بتستخدم بتقنية المية. أشياء كثيرة وقصص كثيرة. يا ريت نحكي القصص الجميلة دي لأولادنا، يا ريت نحكي قصة بهرام جور وأزدة وقصص كتير جدا اللي نعلم ولادنا فيها كل شيء بالمران يا مولاي، أي بالتمرين. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فنجيب قصة من آثار أجدادنا ونجيب قطعة الحجر اللي بننطقها علشان تحكي لينا القصة. فما الهوية هويتنا ما ينفعش إن احنا ما نتمسكش بيها. فالتمسك بالهوية هو التمسك بالتاريخ والاستكمال للأجداد، هو المستقبل وصناعة المستقبل. شكرا لكم وانتظرونا في حلقات قادمة برنامج مصريات.